السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة معانا التحديث فيرجن 7 للأداة بتاعتنا، والنهاردة هنفهم كل حاجة بالتفصيل بحيث إن الفيديو ده يكون مرجع ليك في التسجيل، وإزاي تعمل نسخ للآي دي بتاعك، وإزاي تقدر تفعل الأداة بطريقة سهلة جدا. الفترة اللي جاية هيكون في شروحات شبه يومية على كل جزء موجود في الأداة. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح، ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح نشترك في القناة ونفعل زر الإشعارات علشان يوصلكم أي جديد بنعمله على القناة. يلا بينا على طول نبدأ الشرح. أهلا بيكم معانا النهاردة مرة تانية، والنهاردة معانا الإصدار فيرجن 7. وطبعا عايزين نفهم حاجة قبل ما نبدأ الشرح. الأداة تم تغييرها بشكل كامل. طبعا الأداة كان اسمها سعيد صالح برو. الأداة مش تم تغيير اسمها، الأداة تم اختصار اسمها. فطبعا خدنا اول حرفين من سعيد وخليل فبقت اس كي اللوكر. تمام. اول حاجه طبعا هتحمل الاداه مش تثبيت، الاداه هتكون ايقونه عاديه خالص زي ما حضراتكم شايفين. يعني بعد ما تفك الضغط تقدر تفتح الاداه بشكل مباشر على طول. طيب تعالوا مع بعض بقى نبدا الخطوات واحده واحده مع بعض. اول حاجه لازم تفتح الاداه كمسؤول زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ أضغط وأفتح الأداة كمسؤول علشان نبدأ نشوف الأداة وإزاي نقدر نسجل ونشوف كل التفاصيل اللي بنتكلم عنها كل شوية. هنبدأ ننتظر شوية لعند ما الأداة تبدأ بتجميع الملفات، وطبعا أول مرة ممكن تتأخر معاك شوية، لكن الأداة سريعة جدا بإذن الله، وهنشوف شوية حصريات جميلة جدا موجودة في الأداة. وهنبدأ نتابع كل عملية بالتفصيل، وكمان هنبدأ ننزل سلسلة شروحات عملية كبيرة جدا الفترة اللي جاية. طبعا قلة تنزيل فيديوهات الفترة اللي فاتت كان بسبب ان احنا غيرنا شكل الاداة خالص، فطبعا مش هنشرح على اداة ونديك اداة تانية. فطبعا استنيت او اتأخرت شوية علشان خاطر نشرح على الاداة اللي هتفضل معانا بشكل مستمر الفترة اللي جاية بأمر الله. زي ما حضراتكم شايفين هنا الاداة بدأت تفتح معايا، بتفتح بالواجهة البسيطة دي، وطبعا هي في اللحظة دي بتبدأ تنزل ملفات من السيرفر علشان تجمع ملفات الاداة. طيب الأداة بتفتح زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. نركز جدا لأن أي حد هيكلمني في حاجة هبعت له الفيديو ده، فنركز جدا جدا لأن كل حاجة مش حاسبها غير لما أقولها في الفيديو. طبعا أول حاجة هنا إن الأداة نفسها بقت إيميل وباسورد زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا أي دي علشان يقدر يتأكد ان الجهاز ده مفعل معانا ولا لا. طيب انا كشخص لسه ما سجلتش ولا عملت حاجة في الاداة، عايز اسجل، بتعمل ايه؟ هتيجي هنا على كلمة ريجستير اكونت اللي هي تحت خالص دي، وتضغط عليها، هيبدأ يفتح لك واجهة التسجيل. زي ما حضراتكم شايفين الموضوع سهل. هنا هتكتب الاسم بتاعك، تمام، طبعا باللغة الانجليزية. هتبدأ تكتب الاسم اللي يعجبك. هنا هتكتب الايميل الخاص بيك انت، تمام، @gmail.com مثلا. انا طبعا بكتب اي بيانات بس بوضح ليكوا ازاي تسجلوا. تمام، gmail.com زي ما حضراتكم شايفين، وهنا الباسورد خاص بيك انت. تمام. طيب في ناس بقى بتكلمني كتير على حكايه هاردوير اي دي. الهاردوير اي دي يا جماعه بنجيبه ازاي؟ بنيجي هنا على الاداه. طبعا الهاردوير اي دي اللي هو الرقم ده طبعا مش بيتاخد نسخ من هنا خالص ولا بيتنقل. انت كل اللي هتعمله هتيجي على الايقونه دي، ايقونه النسخ، وتضغط عليها بالشكل ده. هيقول لك تم نسخ الاي دي الخاص بيك. هتبدا تروح على الموقع تاني وتعمل له نسخ في المنطقه دي زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. فهنا كده انت كتبت بياناتك، كلمه السر بتاعتك مثلا، اي كلمه سر خاصه بيك انت. يعني الكلام ده لكل واحد يعمله على مزاجه. اهم حاجه عندي في الموضوع كله ان ايميل يكون شغال وخاص بيك. تاني حاجه الباسورد تكون فاكره علشان هيحتاجه في كل عملية تسجيل. تمام. بعد كده بننقل الكباتشة هنا، وطبعا كل الحروف اللي فيها سمول مش كابيتال، وانا اتعمدت ان اخليها سمول بس علشان الموضوع يكون سهل شوية. بعدها بتضغط اد. تمام. وبعد ما تضغط اد تعالوا برضو مع بعض نكمل كده للنهاية عشان خاطر الناس تفهم. AR 7 6 B. تمام. هعمل اد. اول ما يجيب لي، لو جاب لي الرساله دي معناها ان انا كتبت الكباتشه غلط. وطبعا هنا هتلاقي خانه الباسورد فضيت، هنبدا نكتب الباسورد تاني مرتين. طبعا اكتب الباسورد الخاص بيك انت زي ما انت عايز. بعد كده هضغط اد
زي ما حضراتكم شايفين هنا بيقول لي الاي دي اوريدي متسجل لان ده الاي دي الخاص بيا، فطبعا ما ينفعش اسجل تاني لان الاي دي متسجل بالفعل. طيب الحل ايه؟ الحل طبعا هيجي لك هنا اد سكسسفولي او تم تسجيل بنجاح. اول ما يجي لك رساله باللون الاخضر هنا بتكلم اللي بيفعل لك، سواء انا او اي حد من الوكلاء الخاصين بينا في جميع الدول العربيه. بعدها بيتم التفعيل. يبقى كل اللي مطلوب منك انك بتسجل ايميل لنفسك، محدش بيسجل لك، وبعدها بتعمل اضافه للحساب بتاعك من على نفس الموقع. يعني الموقع بتاعنا هتلاقي فيه كل حاجه. تمام. اولا تعالوا نرجع مع بعض خطوه لورا كده، معلش. ندخل على الموقع samafone.com. الموقع ده فيه كل حاجه هتعملها في الاداه. اول حاجه طبعا بتنزل تحت خالص هتلاقي داونلود علشان تحمل الاداه نفسها. هتدخل كده عليه هيوديك للسيرفر، هتبدا تحمل الاداه وحجمها 392 ميجا زي ما حضراتكم شايفين. حملت الاداه، كلمه السر هتاخدها من الوكيل بتاعك، ولو انت مفعل مني طبعا هتاخدها مني، وكلمه السر مش هتتغير لان في ملفات كتير جدا هتاخدها بنفس كلمه السر. تمام. انا خلاص حملت، هلاقي كلمه اد ديفايس دي برضو في الاداه، وهنا على الموقع تقدر تدخل عليها كده وتقدر تعمل تسجيل دخول. فعندك اكتر من طريقه تحمل بيها الاداه واكتر من طريقه تعمل تسجيل دخول. لو في حد جديد وعايز يشترك، ده رابط الواتس الخاص بيا الخاص بتفعيل الاداه. طيب كده اتكلمنا عن الجزء الخاص بالتفعيل. بعد ما اقول لك تم التفعيل طبعا نتاكد ان في علامه صح هنا علشان يحفظ لك كلمه السر والايميل الخاصين بيك. بعدها بنضغط لوج ان بالشكل ده. هنلاحظ ان بدأ يظهر اللوجو متحرك فوق، وبدأ يظهر الايميل الخاص بيك اللي انت سجلت بيه. اول ما تلاقي المؤشر او اللوجو المتحرك موجود فوق فخلاص كده انت سجلت دخول على الاداة، تقدر تستخدم الاداة بدون اي مشاكل. طيب اول حاجة تعالوا بقى طبعا نروح لقائمة سامسونج. طبعا الشرح النهاردة هيكون شرح توضيحي، واخويا عماد صاحب قناة هفيدك شغالة حاليا على شرح عملي، برضو هضيفه على الصفحة على الفيسبوك، وطبعا هيكون موجود على قناة اخويا عماد. وطبعا انا هنزل شروحات عملي بشكل كبير جدا الفترة اللي جاية علشان نبدأ ننزل تحديثات وننزل كل جديد عن الأداة على القناة الفترة اللي جاية. طيب أول حاجة هنروح لقائمة سامسونج، هنلاقي عندي وضع الاي دي بي والام تي بي والداونلود فلاش. أول حاجة طبعا وضع الاي دي بي، طبعا كل العمليات دي بنقدر نستخدمها على أجهزة سامسونج في حالة واحدة بس، لو أنت مفعل الاي دي بي. فطبعا لو انت مفعل الاي دي بي تقدر تعمل كل العمليات دي زي قراءة المعلومات، ازالة حساب جوجل، ازالة سامسونج اكونت، ايقاف تحديثات اجهزة سامسونج، وطبعا تقدر تعمل ريبير او اصلاح للبيس باند لاجهزة سامسونج، وتقدر تعمل اعادة تشغيل لكل الاوضاع دي للوضع الطبيعي او البوت لودر او الريكفري. ده في حالة ان انت مفعل الاي دي بي على اجهزة سامسونج. بالنسبة لوضع الداونلود مود تقدر تعمل حاجتين في عملية واحدة، وهما إصلاح البيس باند وإزالة الاف ار بي من أجهزة سامسونج. طبعا دي المعالجات القديمة، وطبعا هتلاقي هنا قائمة كبيرة جدا بالأجهزة المدعوم إزالة الاف ار بي بطريقة سهلة جدا عن طريق وضع الداونلود مود. عايزين نركز في حاجة، عايزين نركز هنا في جزئية مهمة جدا، وهي إيه؟ هنا وضع الاي دي بي يبقى لازم أكون مفعل وضع الاي دي بي. هنا وضع الداونلود مود يعني الجهاز يكون داخل وضع الداونلود مود. طبعا دي كل الموديلات سواء اكزينوس او كوالكوم، هتلاقي طبعا المعالج بتاعها او الجهاز او الموديل الخاص بيه سواء اكزينوس او كوالكوم بتختار. فطبعا بتختار الموديل بتاعك بطريقه سهله جدا زي ما حضراتكم شايفين، وتدخل الجهاز وضع الداونلود مود وتضغط ريموف اف ار بي، بيتم ازاله الاف ار بي بنجاح وخلال ثواني بسيطه جدا. طبعا معظم الاجهزه هنا بتفعل وضع الاي دي بي بس، يعني لما انت تنزل الملف ده بيتم تفعيل وضع الاي دي بي. طب بتعمل ايه بعد كده؟ بتقوم جاي عامل ريموف اف ار بي عن طريق وضع الاي دي بي. ما خلاص فعلت الاي دي بي فخلاص تقدر تعمل ريموف اف ار بي. بعد كده قائمه الام تي بي، وقائمه الام تي بي طبعا من اشهر القوائم الموجوده في اجهزه سامسونج. اول حاجه طبعا تقدر تعمل ريد انفو، والجميل هنا دعمنا لكم جميع حمايات اجهزه سامسونج لتفعيل وضع الاي دي بي جديد وقديم لاخر اصدار. زي ما حضراتكم شايفين هنا
تقدر تعمل تفعيل من عندك 3 زراير هنا كده فيهم كل الاكواد الخاصه بتفعيل وضع الاي دي بي لاجهزه سامسونج. طيب بعد كده تقدر تعمل اعاده تشغيل لوضع الداونلود او من خلال وضع الام تي بي، تقدر تعمل ضبط مصنع للجهاز في الام تي بي. طب ايه هو وضع الام تي بي للناس اللي ما تعرفش؟ وضع الام تي بي يعني الجهاز شغال، سواء واقف على مرحبا اللي في الاول خالص يا اما فاتح وشغال طبيعي. تقدر تعمل كل الحاجات دي. تقدر تغير ملف السي اس سي الخاص باللغه بطريقه سهله جدا. طيب الجميل هنا او المميز اللي انا حبيت اعمله في الاداه هو ال3 زراير اللي تحت خالص دول، اللي هم الاف ار بي والنوكس والكي جي. ايه هما استخدمهم ازاي وازاي اقدر اشغلهم؟ اول حاجه يا جماعه لما حبينا نعمل تفعيل وضع الاي دي بي في الاداه، فكان الطبيعي ان انا اعمله لوحده. يعني معظم الناس عاملينه انيبل اي دي بي زائد اف ار بي. طب انا لو انا محتاج اعمل انيبل اي دي بي واشيل النوكس، فانت جابرني ان انا اشيل الاف ار بي. تمام. لو انا مثلا عايز افعل اي دي بي واعمل الكي جي، فكنت انت جابرني ان انا افعل اي دي بي واشيل الاف ار بي. فدلوقتي عملنا ايه؟ عملنا حاجه جميله جدا، انك تقدر تعلم على الاف ار بي لو انت محتاج تشيل حساب جوجل، وبعدها تبدا تفعل، هيفعل لك ويشيل حساب جوجل. طيب عايز اشيل النوكس بس، هشيل علامه الصح واعلم على النوكس بس. طيب عايز اشيل الكي جي بنفس الطريقه ونفس الفكره. عايز اشيل ال3 هيشيل لك ال3. تمام. فيبقى هنعلم على العمليه اللي انا محتاجها بعد تفعيل وضع الاي دي بي. طيب انا مش عايز اعمل الكلام ده كله، انا عايز افعل وضع الاي دي بي بس. فهيكون قدامك انك تفعل وضع الاي دي بي بطريقه سهله زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده طبعا الداونلود فلاش، والداونلود فلاش هو تفليش لاجهزه سامسونج بشكل طبيعي على احدث اصدار، وتقدر تفلش وتعمل كل العمليات. وعندنا طبعا ادفانس لو انت حبيت تستثني اي ملفات من السوفت وير. يعني مثلا لو جينا ناخد مثلا البي ال، وليكن مثلا تعالوا مثلا نروح على الديسكتوب. ده البي ال، لو خدنا كده تقدر تضغط هنا على السهمين هيجيب لك الملفات اللي موجوده جوه البي ال. تمام. تقدر تستثني الملف اللي انت عايزه وتقدر تنزل اللي انت عايزه، الموضوع لك حريه كامله. تمام. ده بالنسبه لقائمه سامسونج. قائمه ابل وطبعا كل الحاجات دي هينزل عليها شروحات عملي الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا، علشان برضو الناس تقدر تشتغل على الاداة بدون اي مشاكل وبدون ما يواجهها اي صعوبات. وطبعا داعمين اخر اصدار من اجهزة ابل. الموضوع هنا احترافي قوي قوي قوي، وهيكون ليه فيديو خاص بيه علشان الناس تقدر تتعامل معاه بطريقة احترافية وبشكل قوي جدا جدا. الفكرة كلها يا جماعة، الفيديو بتاع النهاردة فيديو تقديمي للاصدار. الفترة اللي جاية من بكرة هينزل شروحات عملي لكل جزئية، بمعنى ان احنا نجيب جهاز سامسونج وهنعمل عليه كل العمليات اللي موجودة هنا. تمام. بعد كده هنجيب جهاز ابل وطبعا هنعمل عليه كل العمليات، ونفس الكلام كيرن، كوالكوم، اي دي بي، ام تي كي، واس بي دي، بحيث نقدر نستخدم الاداة بشكل احترافي وما نحتاجش او نقف على نقطة معينة. بعد كده هنروح لكوالكوم وهنسيب كيرن للنهاية علشان نوضح بعض الجزئيات فيه. اول حاجة طبعا قسم كوالكوم من اقوى الاقسام اللي موجوده في الاداء بشكل كبير جدا وبشكل احترافي. الموضوع اختلف في كوالكوم عندنا الحمد لله بشكل كبير جدا جدا جدا، بمعنى ان انت هتقدر تتحكم في الجهاز بضغطه واحده وبدون اي مشاكل خالص. بمعنى ان احنا في قسم كوالكوم مش هيبقى عندك الحيره بتاعت ان انا الموديل كذا والفيرجن كذا، فالموضوع هيتم اختياره بشكل تلقائي وبدون اي مشاكل نهائي. طيب هنبدأ نشتغل ونشوف بالتفصيل مع بعض بشرح عملي كده بسيط علشان نفهم طريقة الشغل ازاي على واجهة كوالكوم. تمام. هنجيب جهاز كوالكوم كده مع بعض ونبدأ نوصله اي دي ال. طبعا اجهزة كوالكوم يا جماعة بتتوصل اي دي ال. يعني ايه دي ال؟ اللي هو التيست بوينت، بتفك ظهر الجهاز وتوصل النقطتين مع بعض. طيب هنجيب جهاز كوالكوم ونبدأ نوصل الجهاز اي دي ال. زي ما حضراتكم شايفين كده انا وصلت جهاز كوالكوم، مش هيفرق نوع الجهاز ايه خالص. تمام. احنا دلوقتي معانا جهاز كوالكوم عايزين نعمل فيه عملية، سواء فورمات عمل ضبط مصنع او ازالة الاف ار بي اللي هو ازالة حساب جوجل. مش مهم الموديل اللي معايا ايه خالص، نفس الطريقة هتحصل على جميع اجهزة كوالكوم. الجهاز اللي مدعوم معانا هتتم العملية بنجاح.
الجهاز اللي مش مدعوم معانا مش هتتم العملية بنجاح. كده متفقين؟ تمام، الطريقة واحدة بس. طيب الجهاز اللي معايا ده انا عايز اشيل حساب جوجل، تمام، اعمل ايه؟ هتيجي على كلمة كلين اف ار بي، ازالة حساب جوجل. فكل اللي هعمله زي ما حضراتكم شايفين، هعلم على كلين اف ار بي، تمام، وهعمل ريد جي بي تي اللي هي دي. يبقى انا عايز اشيل حساب جوجل لاي جهاز كوالكوم، هاجي اعلم على كلين اف ار بي واضغط ريد جي بي تي هنا زي ما حضراتكم شايفين، ونعد سرعة الجهاز زي ما حضراتكم شايفين، سرعة العملية نفسها زي ما حضراتكم شايفين. هنا عمل إزالة لحساب جوجل من أجهزة كوالكوم بنفس الطريقة. خلاص خلصت كده، الجهاز شال حساب جوجل. الموضوع سريع جدا، العملية بالظبط خدت 6 ثواني. مش معتمدين على مكاتب الام ام سي، الحمد لله. الموضوع قوي جدا جدا في قائمة كوالكوم بشكل كبير. طيب تقدر تعمل ايه؟ تقدر تعمل كل حاجة انت محتاج تعملها، تقدر تاخد باك اب، تقدر تاخد كل اللي نفسك فيه تقدر تعمله. كده شلنا هنا بقول لك ملف الكونفينج، كده الملف اتحذف الخاص بالاف ار بي. هتفتح الجهاز مش هتلاقي اف ار بي خلاص. طيب لو عايز تعمل ضبط مصنع نفس الكلام، عايز تعمل ازاله حساب جوجل وضبط مصنع، هتعلم على الاثنين دول وتعمل الريد جي بي تي، تمام. تقدر تاخد نسخه احتياطيه من اي ملف، اي ملف عندك. عايز مثلا وليكن نشيل علامه الصح كده الاول ونعمل ريد جي بي تي فقط، ونشوف قرايه الملفات زي ما حضراتكم شايفين كده. قرا لي كل حاجه خاصه بالجهاز، وهنا طبعا بدا يعلم لي على الملفات الخاصه بالشبكه والمهمه اللي ما ينفعش تلعب فيها، تمام، اللي اذا انت فاهم انت بتعمل ايه بالظبط. طيب لو انا مثلا عايز اخد نسخه من الملفات المهمه دي اللي انا المفروض احافظ عليها، مثلا لو انت بقى عايز تعمل ازاله للاف ار بي، بتيجي على ملف الكونفنج كده وتعلم عليه وتعمل ارث، بيعمل مسح للاف ار بي، لان ملف الكونفنج هو الملف الخاص بالاف ار بي او حساب جوجل في اجهزه كوالكوم، عكس اجهزه الام تي كي. اجهزه الام تي كي لما تعمل ريد جي بي تي هتلاقي ملف اسمه اف ار بي، تمام. في اجهزه كوالكوم بتلاقي اسمه كونفنج. ما عليك بالقصه دي كلها، انت تقدر تعمل كليم من هنا وتعمل ريد جي بي تي شلك الاف ار بي، علشان ما تتلخبطش مني، انت خليك على كلين اف ار بي واعمل ريد جي بي تي هيشيل لك الكلام ده كله. طيب لو انا عايز اخد نسخه للملفات دي، بضغط على باك اب، وهنا طبعا بختار اي فولدر، نعمل فولدر جديد مثلا اللي هو الفولدر ده، واضغط اوكي. عايز بس تقيسوا سرعه تنفيذ الامر زي ما حضراتكم شايفين، نركز جدا. هي الاداه انتهت، سحبت الاربع ملفات. نلاحظ بقى مع بعض الجميل جدا، الوقت قد ايه؟ ثانيتين. يعني احنا سحبنا الاربع ملفات في ثانيتين. لو خدت سوفت وير كامل او سحبت ضمب كامل للجهاز فالموضوع سريع جدا. قيس بقى على سرعه الملفات دي. ده بالنسبه لقائمه كوالكوم وازاي تقدر تشيل الاف ار بي بطريقه سهله جدا وبدون اي مشاكل. طيب بعد كده هنروح لقائمه النتورك، ودي من الاضافات القويه جدا جدا في الاداه بتاعتنا. وطبعا بالنسبه للقائمه دي خاصه باصلاح الشبكه زي ما احنا اتفقنا، او الاسم بتاعها بيقول لك نتورك، يعني الجزء الخاص بالشبكه. اول حاجه طبعا هو قسم الاي دي بي، وطبعا ده بنحتاج نفتح. وطبعا قسم الاي دي بي ده بنقدر نستخدمه في كتابه السريالات والملفات اللي احنا بنحتاج نعمل لها كتابه. طبعا لو انت عايز تفتح الدياش بورد علشان تكتب سيريال، للناس اللي فاهمه ازاي تقدر تكتب سيريال بطريقه احترافيه، فالموضوع بقى متاح في الاداه بامر الله. سواء اجهزه القديمه او الاجهزه الجديده تقدر تعمل او تفعل وضع الدياج لاجهزه كوالكوم، وتقدر تكتب ملفات الكيو سي ان، وطبعا كل الملفات الخاصه بالشبكه بطريقه سهله جدا. فالموضوع هنا تقدر تعمل ريد او باك اب او كتابه، تقدر تاخد نسخه من الملف، تقدر ترجعه، تقدر تكتب سيريال لاجهزه كوالكوم بطريقه قويه جدا. والحمد لله الاداه قويه جدا جدا في كتابه السيريال لاجهزه كوالكوم. فطبعا احنا بنشرح الاداه بشكل سريع جدا، في شروحات عمل زي ما احنا عملنا مع بعض، زي جهاز كوالكوم اللي شرحنا عليه قائمه كوالكوم. لكن ما ننساش ان الفيديو ده تقديمي للاداه، لان ده طبعا بدايه التحديث الجديد، فطبعا هيكون في شروحات عملي بشكل كبير جدا على الاداه. فطبعا كده اتكلمنا بشكل عام كده وسريع عن قائمه النتورك.
بعد كده هنروح لاجهزه شاومي وهنلاقي عندي قسمين: السير لود مود والفاست بوت، علشان لو عايز تعمل فلاشه او تنزل سوفت وير عن طريق وضع الفاست بوت. اول حاجه السيد لود، عندي هنا شويه عمليات جميله جدا. دي الاجهزه المدعومه على اخر حمايات لازاله الاف ار بي او عمل ضبط مصنع لاجهزه شاومي او ازاله حساب شاومي. طيب انا نصيحتي في الجزء ده تعمل ايه؟ هتعلم على اوتو. الجزء ده هيقف معاك كده مش هيتحرك الا اذا طبعا شلت علامه الصح وانت عارف الموديل بالظبط. فانا رايي لما تيجي تشتغل على القائمه دي ما تختارش الموديل، تعالى علم على اوتو كده، وبعد كده شوف العمليه اللي انت محتاج تقوم بيها على جهاز شاومي، سواء طبعا ضبط مصنع او قراءه معلومات الجهاز او ازاله حساب جوجل او ازاله حساب شاومي بضغطه واحده، والحمد لله بطريقه سهله جدا. فطبعا هنا بندخل الجهاز في وضع الريكفري اللي هو وضع السيد لود من اسم القائمه اصلا اللي هو الريكفري، وبعد كده نختار وضع السيد لود، وطبعا شرحناه كتير جدا على القناه بتاعتنا. بعد كده هنروح لقائمه الاي دي بي، وطبعا من اسم القائمه فدي الاوامر اللي بنستخدمها لو احنا مفعلين وضع الاي دي بي على اجهزه الاندرويد. تمام. اول حاجه طبعا تقدر تعمل قراءه معلومات الجهاز، تقدر تعمل ايقاف لحساب شاومي، تقدر تعمل ديسيبل مي اكونت، تقدر تعمل ديسيبل للتحديثات الخاصه باجهزه اوبو، تقدر تعمل ديسيبل او ايقاف لتحديثات اجهزه شاومي، تقدر تعمل ازاله للاف ار بي للاجهزه القديمه، وتقدر تعمل اف ار بي او ازاله الاف ار بي للاجهزه الحديثه، وتقدر تعمل اعاده تشغيل لعدد كبير جدا من الاجهزه على الاوضاع دي، سواء الوضع الطبيعي او البوت لودر او الريكفري. الجميل جدا والمميز معانا وهو فتح المتصفح، وعاملينه بشكل قوي جدا جدا. تقدر تفتح جميع المتصفحات بطريقه سهله جدا عشان تعمل الثغرات الخاصه بالاداء. فتقدر تفتح هنا المتصفح علشان تقوم بالثغرات الخاصه بازاله حساب جوجل زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. طيب بعد كده معانا قائمه الام تي كي، وطبعا قائمه الام تي كي هي كده كده من اقوى القوائم عندنا زي الاداه التانيه، وفيها تحديثات كتير جدا هنبدا نشرحها بالتفصيل مع بعض. طبعا دي واجهه الفلاش، تقدر تعمل فيها كل العمليات اثناء التفليش، سواء فورمات او سيف فورمات او ريست اف ار بي، او بالنسبه لاجهزه سامسونج تقدر تعمل ازاله للاف ار بي او حساب شاومي بطريقه سهله جدا. بعد كده قائمه يونيفرسال اللي اتكلمنا عليها كتير جدا قبل كده، ودي من القوائم المهمه جدا جدا في الاداه. تقدر تعمل كل عمليات اجهزه الام تي كي بضغطه واحده الحمد لله وبطريقه سهله جدا. بعد كده عندنا قائمة اللوك، وقائمة اللوك طبعا اتعرفنا عليها قبل كده لكن فيها اضافات كتير جدا، وهي من اقوى المميزات اللي موجودة في الاداء. طبعا هنا بيبدأ يعمل waiting for download، هنا بيعمل تنزيل للملفات من على السيرفر، وبعد كده القسم هيفتح معانا بصورة طبيعية وبدون اي مشاكل. زي ما حضراتكم شايفين القسم فتح معانا. هنا طبعا الاجهزة او الموديلات المدعومة هتبدأ تختار اي موديل. مثلا هنا هنلاحظ عندنا حاجة اسمها ريد فيرموير، تقدر تعمل قراءة للسوفت وير اللي موجود على الجهاز بطريقة سهلة جدا. تقدر تعمل اللوك للبوت لودر، ريلوك للبوت لودر، فورمات داتا، ازالة الاف ار بي وازالة حساب شاومي في حالة ان الجهاز شاومي. تقدر تعمل قراءة معلومات الجهاز ده عن طريق وضع البروم، وطبعا فورمات واف ار بي كل العمليات موجودة عن طريق وضع البروم للأجهزة دي بدون تيست بوينت. زي ما حضراتكم شايفين الموضوع قوي جدا الحمد لله. في اضافات كتير جدا. في حاجه برضو عايز اقولها لحضراتكم، ان خلاص الاداه تقدر تكبر حجمها وتصغر حجمها براحتك بدون اي مشاكل، وهتلاحظ الاداه بتظبط الايقونات بتاعتها بدون اي مشاكل. علشان الناس اللي كانت بتشك من الحجم حلينا المشكله دي. وكمان برضو هنا لو لاحظنا هتلاقي هنا السمات كلها، لو انت عايز تغير شكل الاداه باللون اللي يعجبك تقدر تختار اللون اللي يعجبك بطريقه سهله جدا. وطبعا معظم الصور دي انا كنت نزلتها للناس على الجروب، تقدر تشوف كل الشكل او السيم اللي يعجبك اختاره اللي مريحك. فالموضوع سهل جدا وبسيط جدا. طبعا انا حبيت السيم ده فعملته اساسي، انت براحتك انت بقى عايز تختار الشكل ده اختاره، وعايز تختار شكل تاني الموضوع في ايدك بشكل كامل. هنروح بقى للمميز جدا وهو قسم الاس بي دي. قسم الاس بي دي من اقوى الاقسام اللي موجوده في الاداه وبطريقه سهله جدا جدا. طيب الموضوع ايه؟
هنا تقدر تعمل كل حاجة خاصة بجميع أجهزة الاس بي دي او الأجهزة اللي حاملة معالج الاس بي دي. طيب مبدئيا كده لسه في اضافات كتير جدا في التحديثات اللي جاية هتتم في قسم الفلاش وقسم الدياج بالنسبة لقسم الاس بي دي. طيب ايه اللي موجود عندنا هنا؟ اول حاجة بس في ملفات هتكون خاصة للناس اللي فعلت معانا. قبل اي حاجة لازم نفهم تركاية بسيطة جدا علشان الامور تكون واضحة. بالنسبة للاس بي دي في شوية ملفات هيكونوا خاصين بالناس اللي فعلت معانا، هيكون موجودين عندهم لعند ما نعمل التحديثات اللي جاية بأمر الله. طبعا هتلاقي فيها كل ملفات الاف ار بي الخاصة بجميع موديلات الاس بي دي. يعني مثلا معانا النهاردة جهاز اكس 6511 بي. الجهاز ده محتاج اعمل له اف ار بي زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. هنا بختار الملف بتاعه، بيبدأ يفرش لي البيانات بتاعته وملف اليوزر داتا وملف البري سيستم. طبعا دي الملفات المسؤولة عن الاف ار بي وعن فورمات الجهاز، يعني تعمل ضبط مصنع وتعمل ازالة لحساب جوجل. الموضوع سهل جدا، مش بعمل اي حاجة خالص ولا بغير اي حاجة في الاداة. كل اللي بعمله باجي هنا اضغط على فلاش زي ما حضراتكم شايفين، وهنا بيبدأ يبحث. فطبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا هنبدأ نقوم بعملية ازالة الاف ار بي، وكمان عمل ضبط مصنع لجهاز من ارخم الاجهزه اللي ممكن تتعامل معاها في معالج الاس بي دي، وهو انفينكس سمارت 6 اللي هو الموديل بتاعه اكس 6511 بي. طيب ايه اللي انا بعمله دلوقتي؟ كل اللي هعمله هضغط على قائمه فلاش وهنشوف السرعه والمده اللي بتاخدها الاداه بتاعتنا. هنا هبدا اوصل الجهاز الاس بي دي بتاعي علشان نبدا نجرب الاداه مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين كده وصلت الجهاز الاس بي دي الخاص بيا، وتعالوا مع بعض نضغط تفليش علشان ننزل الملفات ونجرب كل التفاصيل مع بعض ونشوف سرعة تنفيذ العملية. زي ما حضراتكم شايفين هنا تم تفليش اليوزر داتا وتم تفليش الملف التاني وتم عمل إعادة تشغيل للجهاز بنجاح خلال لحظات بسيطة جدا. يعني تقريبا هنا ملحقش يعد ثواني. زي ما حضراتكم شايفين الموضوع الحمد لله سريع جدا. ممكن أجهزة يكون بطيئة شوية لأن معالج الاس بي دي من المعالجات المقرفة شوية. ده بالنسبة لقسم الخاص بإزالة الاف ار بي وعمل تفليش أو تنزيل سوفت وير لأجهزة الاس بي دي. طبعا فيها عمليات كتير جدا، هنبدأ نقوم بشروحات عملي علشان الفيديو ما يكونش طويل شوية، وهنعمل بث مباشر أكتر من مرة. بعد كده هنروح للاس بي دياج، وطبعا من الاقسام القويه جدا جدا، وطبعا دعمنا فيها كل اجهزه الزراير الخاصه بالاس بي دي. يعني اجهزه الزراير اللي المعالج بتاعها اس بي دي تم دعمها في الاداه. طبعا اجهزه الميديا تك الزراير هيتم اضافتها في التحديثات اللي جايه بامر الله. تعالوا مع بعض كده نجرب ازاي نقدر نفرمط جهاز اس بي دي طبعا على الاداه بطريقه قويه جدا. اول خطوه هنا علشان نفرمت جهاز زراير اس بي دي هنيجي على العلامه دي او الايقونه دي ونضغط عليها بالشكل ده كده. هنا هيقول لي وصل الجهاز. بركب البطاريه والجهاز مقفول وابدا اوصل كابل اليو اس بي زي ما حضراتكم شايفين لعند ما يبدا يتعرف على الجهاز ويديني كلمه اوكي دي. بعدها بضغط على دياج 80 اللي هي الاخيره خالص دي. هنلاحظ مع بعض هنا ايه اللي هيحصل خلال لحظات بسيطة جدا. طبعا الطريقة دي على جميع أجهزة الزراير. بنثبت التعريف الأول وبعد كده نضغط على دياج AT اللي هي الأخيرة دي. هنلاحظ هنا إن هو فرمت الجهاز خلاص. الجهاز اشتغل معايا دلوقتي وبدأ يدخل على اللغة علشان تبدأ تختار اللغة بتاعتك بدون أي مشاكل. طيب إيه المميز عندنا هنا؟ المميز عندنا هنا إنك تقدر تكتب سيريال حتى لأجهزة الزراير بطريقة سهلة جدا. لو لاحظنا هنا كتب السيريال نمبر الخاص بالجهاز اللي اشتغلنا عليه بطريقة سهلة جدا وبدون أي مشاكل. زي ما حضراتكم شايفين الوضع أصبح احترافي بشكل كبير. عندنا كتابة سيريال لأجهزة كوالكوم، وعندنا كتابة سيريال لأجهزة الاس بي دي، وطبعا الميديا تك. وكل العمليات بأمر الله في التحديثات اللي جاية هيتم إضافة عمليات كتير جدا جدا في الأداة. طبعا هنا كمان تقدر تعمل انستول للدرايف. لو مش عندك التعريف تقدر تعمل له تثبيت بشكل احترافي وبدون اي مشاكل زي ما حضراتكم شايفين. ده تعريف الفلتر بيفتح تلقائي مع تعريف الاس بي دي.
تمام. لو انت مش مثبته ثبته. وده بالنسبه لتعريف الاس بي دي. زي ما حضراتكم شايفين الاداة الحمد لله اصبحت قويه جدا، والتحديثات اللي جايه قريبه مش بعيده، وهيتم اضافه عمليات بشكل كبير جدا جدا الفتره اللي جايه. وطبعا مش حابب اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، لكن اوعدكم ان الفتره اللي جايه هيكون في فيديوهات عملي كتير جدا. طبعا احنا شرحنا كوالكوم، وبرضه هنشرحه باكتر من مره واكتر من موديل علشان الناس تقدر تتعرف عليه بشكل ابسط واقوى واسرع. فباذن الله الفتره اللي جايه استنوا مننا مجموعه شروحات بالتفصيل عن الاداه وبشكل قوي جدا جدا. وقبل اي حاجه هسيب لكم رابط الموقع الخاص بالاداء تحت الفيديو. اي حد عايز يشترك معانا هيلاقي كل البيانات زي ما ذكرنا في بدايه الفيديو، هيلاقي الواتس بتاعي، هيلاقي جميع الوكلاء، هيلاقي كل المعلومات اللي محتاجها، يقدر يسجل لنفسه، يقدر يحمل الاداه. لكن طبعا الباسورد والحاجات دي بتبقى للناس المفعله الاداه فقط. كده النهارده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا رب يكون الفيديو مش طويل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.